ازيكم يا اخواتي؟ في ملخص مسلسل جديد. بتدخل مدرسة تفرج المدير على فيديو الولد وبنت من المدرسة وهم في وضع مش كويس. بتقول له ما ينفعش كده، احنا مدرسة محترمة جدا وان ممارسة العلاقة شيء ممتع ولكن بضوابط. دول ابطال مسلسلنا النهارده. حلقة رقم 1: باكو وجي واليان وجوانا وإريكا وبراين وكاتي. باكو عامل بس مباشر، وإريكا اللي بتكراش عليه بتتفرج وهي في الحمام وبتبقى بتتغزل فيه كده وبتتخيل انه داخل عليها وعمل معاها علاقة محرمة الله يحرقهم بجاز. ولما بتفوق الدش بيغرقها ميه وبتغرق صاحبتها اللي بره، والواد المنسون ده بيقول لها ايه ده انت مبلوله في صدرك ليه؟ وبيجي المدرس اللي بيكون معجب بيها بيقلع الجاكيت ويديهولها، ولكن بتقول له معايا منديل قماش اهو. بيقولوا لها المدرس بيحبك قوي بجد. تقول لهم عيب اللي بتقولوه ده، المدرس بتاعنا. بيوصل باكو المدرسه وبيروح يسلم عليهم ويعرفوه على ريكا. بتسلم عليه وبتقول يخرب بيت حلاوتك، يستغرب منها فبيضحك الواد المنسون معجب بباكو برضه. لما بيلاقي البنت بتاعته جوانا فبينادي عليها ويسيبهم فبيروح يحكي معاها ويسلم عليها وهم ودانهم معاهم. فبالليل جوانا مع امها قصيصة في المدرسة بتستغرب لما واحدة من البنات بترقصها، بتقول دبان ملبوسة ولا ايه، وهي بتضربها على اساس الجن يخرج منها. البت جي بتبقى فاتحة بس مباشر وفانسات بتستغرب ما يشوفوا ولد وبنت في وضع مش حلو. فبيقولوا لها، بتيجي اليان بتقول لها جي مالك متضايقة فيها وكيها كده. بتقول لها انا نفسي احب واتحب زي البنات. كاتي بتطلع فوقنا وتفرجهم على سفلة اليان في حفلة قديمة. الواد المنسون بيشوف الواد براين ووصل المدرسة، في البنات بتقول له عيب كده ايه اللي بتعمله. فبتيجي المدرسة الفاضلة تاخده وبيجمعوا عشان ندوة خاصة باليوجا والاسترخاء. فبيدي الكلمة لمدير المدرسة ويا ريته مداله، وقعد يصفر في المايك لحد ما طاير ودانهم رغي ونصايح ومحدش طايقه. خلص كل ده، لا ده قلع الجاكيت والبدلة وبيعلمهم يوجا فراخ بلدي. فبتطلع المدرسة الفاضلة هولي تقول لهم كلمة وتعلمهم يوجا رقاصين. باكو بقى بيشوف المنظر ده فما بيقدرش يسيطر على نفسه فبيخرج بره، وجوانا بتشوفه فبتروح تقرب منه وتعمل نفسها بتعطس، وتيجي ريكا هي تانية تعمل نفسها بتعطس وتقرب منه وبيطب عليهم المدير ويشوف المنظر ويستدعيهم لمكتبه. وبعد كده بتيجي ام جوانا القصيصة تزعق وتقول ايه المنظر المعفن ده، وتقول دي مدرسة سايبة وكده. فبتيجي هولي المدرسة بتاعتهم تنقذ الموقف وتقول لباكو عدى عليا في المكتب. وباكو بيستغرب طبعا من كلامها لان هو مش عايز يعدي عليها. وبنروح لإليان بتقول لجي اختار اي واحد من هنا حبيه، فما بتبقاش معجبة بيهم. فبيدخل واد كده عامل نفسه شبح وبتعجب بيه اللي شبه البورصة الجعان ده، وبتقعد تتخيل ان هي بتعمل معاه علاقة. لحقت يعني. وباكو هو رايح للمس لقى واحد صاحبه فبيسلم عليه. وبعد كده بتخلص الفون اللي في ايديها وبتقول له تعالى اتفضل اقعد. والبت جي عايزة ترتبط بالواد اللي شفناه. بيقعد هو مركز مع المس وبتقول له يلا هعلمك ازاي تعمل اليوجا والصرخي. بيقول لها بتطفي النور ليه؟ قالت له عشان تبقى استرخاء احسن. فبتقعد تضغط على المؤخرة بتاعته وعلى ظهره. وبعد كده هو ما بيقدرش يروح يضعف، يروح بيسها وبتحصل بينهم علاقة محرمة. الحلقة الأولى خلصت. ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان انزل باقي الحلقات. سلام يا اخواتي.